مساء الخير يا جماعة. بالنسبة للناس اللي زعلانة، اللي الأسعار السياحية أو الأسعار الأوفر في الساحل الشمالي، يقول لك طبق الفول ب 150 جنيه وقرص الطعمية ب 200 جنيه، والأسعار الخيالية اللي إحنا بنسمعها على طول دايما. معلش يعني سؤال، أنت مالك؟ مش قد الساحل الشمالي ما تطلعش؟ وأنت طالع يعني خلاص هتعمل عمرة زعلان قوي؟ أنت طالع في قلب المليطة زعلان يعني عشان أنت مش عارف تطلع الساحل الشمالي؟ هو الساحل الشمالي فيه إيه؟ في ناس عريانة. زعلان ليه؟ تروح يا اي مكان تاني. ايه المشكله يعني؟ عندك بلطيم، عندك مرسى مطروح، الغردقه، شرم، اسعار متداوله، اماكن كتيره قوي، مصايف كتيره. مش معنى الساحل الشمالي زعلان قوي يعني على الساحل الشمالي؟ ما بتبقاش راجل ممحون كده. عايز تطلع الساحل الشمالي عشان تقعد بقى تبلبط في وسط الحريم هناك اللي قال عملت؟ بس مش معقوله يعني يكون واحد مثلا رجل اعمال هناك معاه ملايين ومليارات وهو راح يصيف هناك يقعد له يومين في الساحل الشمالي، وانت حضرتك مرتبك 1500 وهتيجي تقعد جنبه، هتقعد تتفرج مثلا على مراته وهي عريانه؟ ما هو يعني بالعقل كده الساحل الشمالي مش هيستنى سعادتك خلاص عشان انت حضرتك تروح هناك الساحل الشمالي وتقعد تصرف في اليوم 100 جنيه ولا 500 جنيه؟ ربنا عرفوه بالعقل. الدنيا طبقات، في غني وفي فقير، وعلى قد لحافك مد رجليك. ماله الساحل الشمالي فيه بسبوسه يعني؟ ولا انت رايح تعمل عمره؟ مش فاهم برضه يعني إيه؟ انتوا ناس غريبه قوي. بص كده على حديث المدينه كله على الساحل الشمالي. ماله يا عم الساحل الشمالي؟ ما تطلعش يابا الساحل الشمالي، بس مش بتاعنا ولا بتاعك ولا بتاعي، ده بتاع الناس اللي معاها فلوس. انت زعلان ليه؟ ما تطلع مصايف تانية كتير. زعلان قوي على الساحل الشمالي اصل الاسعار هناك زياده واسعار هناك مرتفعه؟ خلاص يا عم الحاج ما تروحش هناك. ما هو ده مصيف وده مصيف، ده ميه ودي ميه. ايه المشكله يعني؟ انتوا ناس غريبه والله، شعب غريب. وكمان الناس هناك بتوع الساحل الشمالي، ابص كده الاقي عيل لسه ولا راح ولا جه وعمال ينزل لك بقى فيديوهات على التيك توك والتيك محن، ويجي يقول لك اصل انا النهارده صرفت مش عارف 10000، اصل انا النهارده صرفت 20000، اصل انا النهارده صرفت 15، اصل انا اجرت شاليه في اليوم ب 50000. ده مش في السنه، ده في اليوم. والنبي يا جماعه بلاش الفيديوهات المستفزه دي. انت بتستفز مين؟ انت بتستفز الغلبان. الناس مش لاقيه تاكل، الناس بتتخانق مع بعض عشان تجيب الجنيه. لما يجي واحد مش لاقي يجيب تمن العلاج خلاص ويشوف الفيديوهات دي، ما هو بيتحسب. في ناس مش قادره مش لاقيه تاكل عيالها، في ناس مش لاقيه. لما يجي واحد مرتبه ما يتعداش ال 2000 جنيه ويلاقي ايجاره مثلا 1000 ونص، خلاص ده غير الكهرباء وغير الميه، وانت حضرتك بتنزل فيديو مستفز زي خلقتك كده. اصل انت بتعاند مين؟ انت بتعاند اللي زيك ولا انت بتعاند مين؟ ما انت بتعاند الغلبان الفقير اللي ما معهوش. فيا جماعه بلاش شغل الاستفزاز ده. انا بتكلم على الغني والفقير. الفقير خليك في حالك، خليك على قد مقدرتك. ما معكش ما تروحش خلاص. معاك فلوس اطلع يا عم الساحل الشمالي، ان شاء الله تروح جهنم. انت زعلان ليه؟ معاك فلوس روح، ما معكش فلوس خلاص اقعد ساكت بقى. والناس بتوع الساحل برضو نفس الكلام. ما تقعدوش بقى كل شويه بقى اصل انا صرفت كذا وصرفت كذا وصرفت كذا، والاعلام الهابط بتاعنا يقعد يصور لك طبق الفول ب 150 وقرص الطعميه ب 200 جنيه بقى ايه يا جماعه في ايه؟ ما هو الاعلام الهابط ده ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش. الناس فيها اللي مكفيه. فيا جماعه بعد اذنكم بلاش شغل الاستفزاز ده. انا ما بتكلمش عن نفسي، انا مش هيشغلني حاجه، انا ولا بروح مصيف ولا بروح ولا بتنال على عيني، مفيش الكلام ده. انا بتكلم عن الناس التانيه اللي حارقه نفسها. واحد مش لاقي ياكل يبص كده على الفيديوهات، يجي واحد عيل صغير بقى عنده 17 سنه ولا 16 سنه يجي يقول لك انا اجرت شاليه في اليوم ب 50000. ما هو حقه برضه يتنرفز وحقه الراجل يتعب نفسيا. فبلاش بقى شغل الفيديوهات ديت وبلاش الحاجات المستفزه ديت. انا حبيت اوضح الرساله ويا رب توصل لكم. اللي يعمل بيها يعمل بيها، اللي ما يعملش بيها ما يعملش بيها، هو حر. كلنا هنتحاسب قدام ربنا سبحانه وتعالى. من اين انفقت فلوسك؟ هتيجي تقول له اصل انا انفقتها في الساحل الشمالي، والله انا انفقتها مثلا في مصيف؟
طب انت زعلان قوي على المصايف وزعلان على الساحل الشمالي، حوش يا عم واطلع عمره. اسعى في العمره، اسعى اللي انت هتطلع تحج، اسعى اللي انت هتعمل حاجه كويسه. زعلان قوي على المصيف. سلام عليكم.